وصفتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. في أطيب من هيك رز بازيلا مع دجاج، يا عيني يا عيني اللذاذة. أطيب رز بازيلا بتشرفكم بالعزايم. أهلا وسهلا فيكم مطبخ ديما. اليوم وصفتنا وصفة كتير طيبة، هي رز بازيلا مع دجاج بالفرن. عندي هون معلقتين من عصير الليمون، عندي هون نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، معلقة كبيرة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من الهيل مطحون، معلقة كبيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من بهارات الدجاج، عندي هون نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، وهون عندي نص معلقة صغيرة من الزعفران، زيت زيتون. نحطهم سوا الخلطة الطيبة. عندي هون دجاج غسلته بالملح والليمون، بدي اضيفه فوق الخلطة. الخلطة كلياتها. بغطي عليها وبتركها ليلة كاملة. حطيتهم بالبراد ليلة كاملة. بدي اضيفهم بالصينية. بحط زيتون، بحط عليها ورق زبدة، بحط الزيت. بحطها بالفرن على درجة حرارة 250 درجة من تحت ومن فوق، بدها تقريبا ساعة ونص، وهذا بيعتمد على حجم الدجاج. هلا عبال ما يستوي الدجاج رح اعمل لكم الرز البازيلا كيف بعملها. عملتها كتير على القناة، هلا رح اعملها بطريقة كتير سهلة. عملتها بلحمة، عملتها بالقناة بلحمة راس عصفور، وعملتها بلحمة مفرومة رز بازيلا. هلا عملتها اليوم بدجاجة بالفرن. اول اشي بدي احط معلقتين كبار من السمنة البلدي. هلا عندي هون بصلة بدي اضيفها، احرك لحتى تدبل البصلة. عندي هون كاستين ونص من الرز البسمتي نقعته نص ساعة. هلا بدي اضيفه. بسم الله. بحرك. الله هيك السمنة. عندي هون معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح، عندي هون نص معلقة صغيرة من بهارات مشكلة، عندي هون نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بحركهم سوا. عندي هون كاسة من بديل مكعب الماجي بدي أضيفه. الثانية هاي النص. بحرك على العالي، وبعدين بس تنشف المي بغطي عليه وبتركه نص ساعة أو طنار عندي. طبعا مشان أعمل البازيلا عندي هون مي مغلية، بدي أضيف عليها معلقة صغيرة من الملح. عندي هون باكيت من البازيلا المفرز بمكان يكون الفريش، تقريبا كوب. هلا بخليها لحتى تستوي البازيلا، بعدين بفرجيكم شو راح اعمل. بدها تقريبا سلقها 10 دقايق. هلا طبعا هون رز بازيلا بعد ما انسلق زي ما انتم شايفين بشيلها مثل هيك. بشيل رز بازيلا. البازيلا طبعا زي ما انتم شايفين بحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود، وبحركها مثل هيك. الرز بعد ما نشفط ميته بحط البازيلا عليه. بسم الله. ويا عيني يا عيني اللذاذة. يا سلام يا سلام. شايفين ما احلاه.
حرك هيك بسيط يعني عشان ما اخبص البازيلا وتضلها خضرة ولذيذة. يا سلام، مع لبن بخيار والدجاج هلا عبال ما يستوي بفرجيكم اياه. يا عيني يا عيني. طبعا بتركه هيك ربع ساعة لحتى هيك شوي ياخدوا نكهة بعض، وبطفي تحته وبعدين بفرجيكم الدجاج لما يستوي. طيب الرز وبازيلا بدي اضيفها، ويا عيني على اللذاذة. يا سلام يا سلام، بدي اسكبها. الله اللذاذة. طلع الرز مفلفل فلفلة. يا سلام. طبعا بالقناة عندي رز وبازيلا بلحم مفرومة، رز وبازيلا عملتها براس عصفور، كتير انواع. اليوم عملت لكم اياها مع دجاج. هاي الدجاج بالصينية كان. يا عيني. هلا بنحطه على الرز. الله الله الله، الطيابة واللذاذة. في أطيب من هيك أكلة بتشرفكم بالعزايم. ريحة البهارات بتشهي تبعت الدجاج. هون قليت لوز، ما بتحلى بدون لوز. في أطيب من هيك رز وبازيلا مع دجاج. يا عيني يا عيني اللذاذة. أطيب رز وبازيلا بتشرفكم بالعزايم. لذاذة. عملنا أطيب رز وبازيلا بالدجاج بشهي طيب كتير ولذاذة. طلعوا اللذاذة. يا عيني على اللذاذة. رز وبازيلا بشهي. طلعوا اللذاذة. في أطيب من هيك وأذكى من هيك. الرز مفلفل فلفل وطعمة السمن البلدي بتشهي. يا عيني اللذاذة. شوفوا الدجاج شو طيب ولذيذ. في أطيب من هيك وأذكى من هيك. روعة. سق 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 سق. عجبتكم وصفة؟ بستناكم وصفة الجاي.